المريضة اللي في غرفة 9 هربت يا دكتور. الموت كان ارحم لها من لحظة وصول امها، بتجري على المستشفى اول مرة تخاف تبقى في حضنها. الام للدكتور طمنا ارجوك بنتي في خطر، ردوا عينه في الارض المغتصبة هربت ملهاش اثر. النور بدأ يغيب الاعصاب بتسيب، ام بتنهار ومشاهد حياة بنتها بتغيم بالتدريج. نبض القلب بطيء عرق مغطي الشفتين البيض، ثم سكوت جثة الام اسرع من رد فعل اي طبيب. وتمر 4 شهور باب البنت عليها مقفول، وما بتنامش وما بتاكلش وما بيدخلش اوضتها نور. وده حالها لحد وصول محضر من المحكمة بيقول جلسة نطق الحكم على الجناه بعد 18 يوم. يمكن لو كان عليها ما كانتش تشيلها يوم رجليها للفضيحة وسط القاعة لما ينادوا المجني عليه. لكن موت امها وصل لها ان اللي انتقام اخر امل للام عشان ترتاح داخل قبرها. وسقطت كما سقط الجميع في بئر احساسي بالعجز وقلة الحيلة. محكمة وتبدأ النيابة في رساء الفتى المنكوبة، وتوجه التهم بأدلة وتطلب أقصى عقوبة. فتكسر وحدة صوت النيابة صرخة خوف متهم ورا القضبان لما حس قرب الموت. قال لأ موتي وموته بس مش عدل، متهمين الجلسة لسه اغلبهم برا الكدر. في اللي سرقناها بتهم وماليها عدد، انا جريمتي اذيب بنت هو جريمته اذيب بلد. احنا مجرمين هم خلقوا بيئة مجرمين. قاطع كلامه القاضي بحدد الاتهام لمين. احدد ايه ولو حددت الاستفادة ايه؟ انا يا بيه اهلي صرفوا على تعليمي اخر جنيه، وبعد بكالوريوس تجارة فرد امن في حوش عمارة. هنا استحمل ابن كل باشا لا يشتكيني البابا، اخرتها مقابل فيزا زور بيعت امي دهبها. فالمركب غرقت بينا مين يا باشا اللي مغرقها؟ ولكني اطالب المسؤولين الحقيقيين عن هذه الكارثة بالمسؤول امام عدالتكم. محكمة بعد الاستراحة رجع كل شخص مكانه، وجه القاضي التهمة وسأل التاني ايه اقواله. قال له انا اتعرفت على المتهم الاول على المركبة اللي كانت واخداني الحلم، حرام تحلم بربعه. هنا فجأة عالي الموج كل واحد خد في ايده طوق من كل اللي كانوا على المركبة انجنا وهو من الموت. سبحان الله كأن الواحد ساب الموت وراه عشان يرجع يقابله هنا. اللهم لا اعتراض القاضي قطعه، يا ابني ركز على صميم الواقع. رد من ساعة ما رجعنا بيتاوينا اي مطرح، عشان هو قال رجوعه لاهله شيء محال. سابهم يفتكروا مرتاح اصبح همه عنهم انزاح. وانا كده كده لا اب لا ام تربية اللي رصفة، اكل عيشي من التسول طقمي ده لابسه صيف وشتا. وفي يوم شاربين ساعة فجرية حصلت الجريمة. مش بقول اني بريء لكن ظروفي مش بريئة. كلنا فاسدون كلنا فاسدون لا استثني احدا حتى بالصمت العاجز.